البقرة التي سماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنام القرآن، أي أعلى ما في القرآن، وسنام الشيء أعلاه. وهذه السورة العظيمة سورة البقرة قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، تأتي يوم القيامة تحاجان عن أصحابهما. تصوروا، تأتي هاتان السورتان كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما صفوان من طير يرفرف يغطي بجناحه، تدافعان تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة. فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، لا تستطيعها البطلة أي لا تستطيعها السحرة. وقد سمعت أخي الشيخ نواف سالم بن قرملة حفظه الله تبارك وتعالى يحدث عن امرأة حاول بعضهم أن يؤذيها عن طريق السحرة، فذهب إلى أحد السحرة وطلب منه أذيتها، فوعده، نقول وعده خيرا ولا وعده شرا؟ وعده شرا، فوعده شرا. فلما جاءه من اليوم التالي قال: لا أستطيع، فأنا ساحر عليمي مثل يقولون توه، أنا جديد على المهنة الخبيثة، ولكن اذهب إلى الساحر فلان فإنه يستطيع ذلك. يقول: فذهب إلى الساحر الثاني وقال: أمهلني ولكن هذا يكلفك مبلغا وقدره. قال: لا بأس. فذهب إليه قال: انتظر حتى آتيك بالخبر. ثم لما رجع إليه قال: لا أستطيع، لا أستطيع، ولكن إذا إلى الساحر فلان فإنه أقوى مني. فذهب إلى الساحر الثالث فكلمه وطلب منه مبلغا من المال، فقال: نعم. ثم قال: أمهلني. فلما جاءه قال: أرسلت إليها المردة، وهم عفاريت الجن بل أقوى من العفاريت. قال: أرسلت إليها المردة فما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، ولا أنصحك أن تذهب إلى غيري. قال: لماذا؟ قال: لأنها في كل ليلة تقرأ سورة البقرة ولا نستطيع عليها أبدا. لا تفكر، لا تذهب إلى أحد، غير الموضوع، فإن هذه وأمثالها لا نقدر عليها. وهذا حق، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. صحت القصة أو لم تصح؟ يكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستطيعها البطلة، أي السحرة هم البطلة، قال: لا يستطيعون على هذه السورة. وجاء في فضل آيات من هذه السورة كما في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بينما هو جالس مع أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم إذ نزل إليه ملك، أو فتح باب من السماء فنزل إليه ملك فقال: يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، فإنه لم يقرأ أحد بشيء منها إلا أوتيه. هذه خواتيم سورة البقرة. ويكفينا أن فيها أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ألا وهي آية الكرسي.
هي من ضمن سورة البقرة. هذه السورة العظيمة التي هي سنام القرآن كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه السورة العظيمة ينبغي على المسلم أن يحرص على قراءتها وفهمها وحفظها وتدبرها وتكرارها وقراءتها في البيت، فإنها سورة مباركة، وكل القرآن مبارك.